خطوات كتابة السكريبت للفيديو يوتيوب. مساء الفل، ازيكم؟ من الاخبار؟ عاملين ايه؟ الفيديو النهارده هنعرف ازاي نكتب سكريبت الفيديو يوتيوب. واحنا في سلسله اليوتيوب او الكونتنت كرييشن عرفنا ازاي نبدا وازاي نختار محتوانا وازاي ننشئ قناه وتعرفنا على اعداداتها. ولو لسه ما شفتش البلاي ليست بتاعت اليوتيوب او الكونتنت كرييشن هسيبها لك في الاي اللي فوق واللينك بتاعها في الديسكربشن. يلا بينا نتعرف على طريقه تجهيز الحلقه. طبعا قبل ما اجهز الحلقه واكتب السكريبت ببقى محضر الموضوع في دماغي الاول، بعد كده اشوف لو في حاجه حابب احضرها ليه سواء فيديو او ابدا اعمل بحث ليه عشان يبقى الموضوع حاضر وجاهز في ذهني عشان اعرف اكتب عنه سكريبت الطريقه. هنبدا باول حاجه اجزاء السكريبت. رقم 1 المقدمه التحفيزيه، 2 الانترو، 3 التحيه او الترحيب، 4 لو حابب انبه على فيديوهات قديمه، 5 الموضوع نفسه او صلب الموضوع، 6 لو حابب انبه على حاجه جايه او فيديوهات جايه، 7 الختام، 8 الاوترو. وكده اجزاء السكريبت خلصت. نبدا نفصل كل جزء واحد. رقم 1 المقدمه التحفيزيه، ودي مهمه لان اول كام دقيقه او اول كام ثانيه في الفيديو هي اللي بتحدد اذا كان المشاهد هيكمل الفيديو للاخر او لا، ودي ممكن تكون تعريف محتوى الفيديو اللي انت لسه هتحكي فيه. رقم 2 الانترو، ودي المقدمة بتاعت قناتك، بس حاول ما تخليهاش اكتر من 10 ثواني علشان المشاهد ما يزهقش ويمل، ويا ريت لو خليتها اقل من 10 ثواني يبقى احسن برضه. رقم 3 التحية والترحيب، ودي بترحب فيها بمشاهدينك بطريقتك وباسلوبك، لان كل واحد فينا ليه ستايله، ما ينفعش اقول لك على حاجة تمشي عليها، كل واحد وليه طريقته. رقم 4 لو حابب تنبه على فيديوهات قديمة زي ما نبهت عليكم في اول الفيديو على فيديوهات اليوتيوب اللي فاتت، ما تنسوش تشوفوهم بقى. 5 موضوع الفيديو، وهنا هتتكلم على موضوع الفيديو اللي انت مجهزه للحلقه دي اصلا، ولو حابب في النص فكر متابعينك باللايك وسبسكرايب وتفعيل زرار الجرس، دي حاجه ترجع لك وبراحتك، ما تنسوهمش بقى. رقم 6 لو حابب تنبه على فيديوهات جايه كنوع من التشويق والسسبنس للمشاهد علشان يبقى متشوق للفيديوهات اللي جايه. رقم 7 الختام، وده برضه بطريقتك واسلوبك زي التحيه والترحيب بالمشاهدين، كل واحد لنا فيه اسلوبه، فشوف الختام هتختم فيديوهاتك ازاي والبداية هتبدأ فيديوهاتك ازاي، دي طريقتك واسلوبك انت. رقم 8 وده الاوترو، ودي الختام بتاع قناتك، وبرضه ما تخليهاش اطول من 10 ثواني زيها زي الانترو، ولو خليتها اقل من 10 ثواني يبقى افضل عشان المشاهد ما يزهقش ويمل ويطلع من الفيديو. كده خلصنا خطوات كتابة السكريبت، بس خلي بالك من حاجة، السكريبت او الفيديو بتاعك يبقى بطريقتك واسلوبك، ما تتصنعش وتاخد شكل حد او تاخد ستايل حد، لازم تبقى على طبيعتك. لو انت بتتصنع الناس هتعرفها، خليك على طبيعتك. والى هنا عزيزي المشاهد لقد انتهت جرعة دوبامين التعلم لهذا اليوم، انتظركم في جرعة اخرى، الى اللقاء.